السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن حال ان شاء الله. اليوم حاولت ندير هذا الفيديو هذا باش نرد على بين قوسين هذا الشيخ هذا الداعيه الاسلامي مدينه وجده، كلكم كتعرفوا الشيخ عبد الله النهاري. خليكم مع الفيديو وسمعوا بالضبط شنو غادي يقول، ومن بعد غادي ندير التعقيب ديالي على هذا الفيديو هذا. يقول لك انا نمشي له ان شاء الله تبارك وتعالى لاوروبا باش نريح، فما تريح والله عمره ما تريحوا. اقسم بالله هنا راك تريح، هنا الزلط بعدا والراح، تما الزلط ولا راح. شحال ما تجيب تاع الفلوس مشاو لك النهار تشعل فيهم، خصك تكري ب 1000 اورو وخصك دير كلا وخصك دير وما تعيش لا نهار ما عمرو تلاقى مع واحد، عمرو ما تذكر ربي، عمرو ما تصلي في الوقت، عمرو ما تكون عندك شي جلسه بحال هذه نهار الجمعه ابدا ابدا، لا تتصور ابدا. اذا باش تنوضك وتبقى تعطيك السقول وتقول لك انت ما تسواش، طلقني لا انت راجل ندير كذا. تخيلوا كاين مسكين السيد اللي يحرق في الباطو، ياك شاب يحرق في الباطو وسلك ومشى تما وخدم الليل والنهار عند اللي يسوى واللي ما يسواش، وجمع فليسات وجا هنايا ناوي منين يدي واحد المراه من هنا بالبلاد نتاعو غادي تمشي تسعدوه لهيه، غير يمشي تمايا ويديها وتعرف القانون وتلاقى مع ذوك النساء تقول اروح الحريه اروح الحريه، وتنوض تقلب عليه وتشكي به، وجاو يديو لهم ولادهم كيما كنت تسمع قبيلات، قال لهم عشرات الالاف اللي فاتوا على يدي نتاع المغربيات، اللي الشاب مسكين كان يظن انه اذا تزوج ببلدي امراه يمكن ان تعفه، لكن تاتي وقد سبق الى راسها فكره انها تذهب الى الجنه الموعوده، الى الارض التي تعطي الحريه للمراه فتتصرف خارج قيود الشرع، ثم والعياذ بالله تتلاعب بالزوج، ثم بعد ذلك تكيد له وتصوره، ومن بعد يجوا يدوا لهم الوليدات. قال لهم يا عباد الله يا عباد الله يا عباد الله، هذا راه مسكين غير باش وصل هنا راه مات باش وصل، وديروا له هكذا. اذا هذا المكابده نتاع المراه الا ما كاينش، او لا المراه يديها راجل عاودك وهي صالحه المكابده، ومنين يجيو الاولاد كيما. انا غادي جيت نقول لك غير جوج كلمات وغادي نمشي، جوج كلمات في سبيل الله. غادي نقول لك غير اتق الله يا عبد الله، وراه عيب وعار وحشومه تفتري على الناس الكذب، وانت ماشي من اهل الكذب. وانا راك كنت كنحترمك غير بدرجه العلم اللي عندك وعلى المقام اللي كنت كتوقف عليه، الا وهو منبر رسول الله. وسبق لك درت واحد الفيديو استفزازي واستفزيت به الناس بني درار، والناس اللي كانوا كيحترموك وكيكنيو لك كل الاحترام وكل التقدير، ومن بعد ما درت لهم ذاك الفيديو استفزازي وطعنتهم في الكرم ديالهم، واليوم جيت تعاود نفس السيناريو على المهاجرين والناس اللي في الغربه اللي كيعانيوا الويلات بالغربه والبعد عن الاهل، وجيتوا تفتري عليهم الكذب وتقول على انهم ما كيديروش العبادات. انت افتريت علينا الكذب في العبادات ديالنا وظلمتنا ظلما شديد واتهمتنا في ديننا. شكون قال لك اخويا احنا ما كنامنوش؟ وشكون قال لك اخويا احنا ما كنديروش العباده؟ لكن باش تجيب بكل جرأة وتقول على اساس ان الناس اللي في الغربه ما كيديروش الدين وما كيديروش العباده، شكون قالها لك اخويا؟ انا اعوذ بالله من قولت انا، كنا كنمشيو نخدموا في الفينكا في الفلاحه بعرق الجبين ديالنا، وكي كيودن علينا الاذان كنخليو داك الشيء وكنمشيو كنصليو. وشحال من مره صلينا في الفينكا جماعه، درنا صلاه الجماعه، العمل والعباده زوج حوايج كنديروهم. وتجي انت كتقول لنا لا حق هاد الجلسه هادي، غنوريك غير المسجد ها هو وحده هنا، غير في المسجد قسما بالله هو غير موراي، غير في هاد الاحياء هادو مسجد كيعمر بالمصلين كل جمعه وكل يوم وكل دائما، غالبا تقريبا كيكون عامر دائما، وكتبقى فيه العباده لله عز وجل والتوحيد وكل شيء كيندار فيه. وتجي انت وكتقول لا راه الناس في الغربه ما كيديروش وما كيفعلوش. والاعظم والاخطر من هذا الشيء هذا، اتهمت نساء عفيفات شريفات تجي كتقول عليهم انهم المغربيات اللي كيمشيو من هنا راه فيهم خواتاتنا وفيهم بزاف من جوارينا وفيهم اهلنا وحبابنا، وتجي انت تفتري عليهم الكذب. ولا حكا راه كتمشي عرفت هذاك الشيء كيسميوه راه من السبع الموبقات، باش انك انت راك دخلت لخانه من السبع الموبقات اللي وصلنا على الرسول صلى الله عليه وسلم باننا نجتنبوهم، الا وهو قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، وانت كتعرف بانهم ما كيشموش رائحه الجنه. انت ادرى من هذا الشيء احسن مني. وكما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم معشر النساء، قال لهم يا معشر النساء تصدقنا اني رايتكن اكثر اهل النار. وقالوا وبما ذلك يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعنه وتكفرن العشير. هذا قول تاع الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لهم
اني رايتكن اكثر اهلنا، ماشي قال لهم كل شيء، ما هضرش بصفه الجمع، انت راك تكلمت بصيغه الجمع وقلت لهم كل شيء اللي كيمشيو من المغرب، اي وحده كتزو كيجيبها راجلها من المغرب راه حكا كتمشي وكتشكي به وتفعل له وتدير له، ماشي كل شيء، تهضرش بلغه الجمع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم اني رايتكن اكثر وسطر عليها مزيان، ما هضرش بصيغه الجمع. انت راك قلت لهم اي واحد كيمشي وكيدي شي مراه فراه كتقلب عليه وكتفعل له وكدير له. انا كنعرف النساء هنايا في هذه الجهه، غير انا نهضر لك غير الحي اللي انا فيه، ما نهضرش على اوروبا كامله، غير الحي اللي انا فيه، نساء عفيفات شريفات تقريبا مساكينات كيديروا خصوصا في رمضان كيديروا داك الشيء الافطار الحراقه، الناس اللي ما عندهمش كيفين ياكلوا الحريره اي حاجه رمضان كامل كيطيبوا فيه وكيجيبوا للمسجد الاكرام، وكتلقاهم دايرين الحجاب الشرعي ديالهم كيصليو صلاتهم ويديروا كل شيء، وتجي انت وتقول لها راه حكا كتمشي وكتشكي براجلها، عيب عليك وحرام عليك انك باش انك تفتري على الناس الكذب، ونفترض ان شي واحد الرزق ديالو كاين هنا في هذه البلاد، وغادي نقولوا هو من كيتبعك انت وكيسمع عندك وكيتيق فيك ورزقه مكتوب له في هذه البلاد، تجي انت تقول له لا ما تمشيش. ما كنهضروش حنا اللي يجي في زودياك ولا في الهجره السريه، هذيك شي حاله خاصه، كنهضر على اللي غادي يجي بطريقه قانونيه ورزقه هنا وانت قطعتو رزقه قلت له لا ما تمشيش وحكا، هو ما عارفش مسكين اوروبا كيفاش دايره. من خلال هذه الهضره ديالك راه كتبين ما عمرك جيت لاوروبا وما عمرك غير سامع بها، غير شي واحد كيحكي لك وانت الله اعلم ما نظلموش، حنا بعدا ما عارفينش في الدين كيفك، ما واصلينش لشي نيفو في الدين، ولكن عارفين ما بيننا وبين الله، ما كنظلموا حد، ما كنخربوا في حد، ما كنفتريو بالكذب على حد. غير ديك المرات جا واحد ما عرفش سميتو واش طارق ولا واحد كيعتبر نفسه يوتيوبر بقى عليهم سمانا ولقبنا بحمير الطاحونه، جي عاود اليوم انت تسمينا على اساس حنا ما كنصليوش ما كنديروش العباده ما كنفعلوه ما كنتركوه. فصاحبي راه كتاخذوا واحد الذنوب اثم عظيم، وزعما نتوما كتتمثلوا اهل العلم واهل المشايخ واهل الدعاة الاسلاميين، فشويه ديال الاحترام الله يرحمكم الوالدين لهاد الجاليه هذه. فراه بنادم مقهور غير بواحد بالغربه، يعني ما تزيدش عاد نتايا باش دير البوز وباش تبان وباش تطلع شويه كراد كتجي تبقى انت تتهم في الناس في عباد الله، خاصه النساء العفيفات والشريفات. وما تاخذكش النفس ديالك بالاثم وتكتب راسك راك كتفهم كل شيء وانت راك ما عارف حتى حاجه، وراك كتادي عباد الله، سبق لك اديت ناس بني درار واليوم كتادي الناس المهجر. نتمنى من الله عز وجل يغفر لك، فاتق الله يا عبد الله، وما عمرك تقول واحد الحاجه انت ما عارفهاش. الناس راه كيخدموا في الفلاحه ولكن الصلاه راه ما كيسمحوش فيها وكيصليوها في الوقت، ونقدر نقول لك مكتوبه عند الله عز وجل احسن بكثير من ديك الصلاه اللي كتصليها نتايا. غير قالها واحد والله ما نرد عليه، شكون قالها؟ شي واحد سفيه ولا شي واحد من دوك الناس اللي ما كنعبروهمش، عادي جدا صعب باش يقولها واحد من فوق منبر رسول الله وفي بيت الله شويه قاصحه. والناس عندك الناس كيبغيوك والناس كيتبعوك والناس راه غادي ياخذوا داك الشيء بعين الاعتبار. قدر بنادم غادي وشحال من وحده مسكينه حاليا كتعاني، مثلا نقولوا شي وحده كاينه درك في المغرب وراجلها بغات راجلها يجيبها وعندها البز ومحنه مسكينه وبغات غير تجمع الشمل ديالها، وناض وسمع على هذا الفيديو ديالك نتايا، واش غادي تاخذ واحد الاثم ولا ماش تاخذو؟ وهذيك السيده عفيفه وشريفه وراجلها كان كيبغيك انت مثلا كيسمع لهضرتك وناض وسمع لهاد الهضره ديالك، واش في نظرك باغاش تاخذ فيه واحد الاثم؟ ها انت غير راسك فكر. هاد السيد سمع الفيديو وقال لمرته والله ما تطلعيها هنا، صافي راه قالها الشيخ النهاري، صافي انت فركت لهم الشمل هاد الاسره هادي وهاد العائله، حيت الرجال هنا راهم غير على سبه، اي واحد ما باغيش يجيب مرته وتجي انت تقول هاد الهضره ويقولها صافي قالها الشيخ. هادشي راه حرام لا يمكن، ويجزم بها بانها حرام. ساهم في هذه المشكله صاحبي انت تفكيك الاسره ودوك الذنب تاع دوك الدراري الصغار اش ذنبهم؟ علاش؟ حكا راه الشيخ الفلاني قال بانه ما خصش الراجل يطلع المراه، راه المراه غادي تسب العشير وتنكر الجميل. عيب صاحبي، انت ما عرفتش واحد الحاجه ما تهضرش بها، راه كاين واحد القله كيديروا هذا الشيء، ما ننكروش كاين اللي كيديرها بزاف، ولكن ما تعممش اصاحبي، ما تهضرش بلغه تاع التعميم. كل شيء كيديرها وكل شيء كيفعلها وكل شيء. فاتقي الله يا عبد الله. نتمنى هذا الفيديو يوصلك، نتمنى هذا الفيديو تبارطاجا، نتمنى من الناس الجاليه ما تدسروش عليكم بنادم، ماشي غير اللي جاي يهضر صافي غتخليوه يهضر، غير اللي بانت له يدير البوز يجي بقى يسب في الجاليه. ومشكل كبير والكبير بزاف واقيلا ناس الجاليه بزاف صفقوا له وعجبهم الحال، وراه كدا منا شيخونا وكدا. واش من شيخ؟ الشيخ ما كيقولش هذه الهضره، الشيخ راه كيتاقي الاعراض نتاع النساء وكيتاقي الاعراض نتاع خوتو المسلمين، خاصه اعراض اللي كتخص الجانب الديني. ما يتهمش الناس في الدين ديالهم وما يتهمهمش في الشرف ديالهم. غادي يسميكم حمير الطاحونه، هذا عاود اليوم جا سماكم نتوما كاع كان باقي غيقولوا يقول لكم نتوما كفاره، والله اعلم نيته واش كانت، الله اعلم، ولكن ما تدسروش عليكم بنادم. نتمنى الفيديو يوصل له ونطلب من الله عز وجل يغفر له، ونتمنى كذلك انه
يطلب واحد الاعتذار، وديك الساعه الاعتذار راه مشيه من الرجال. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.